بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ومع شخصية بارزة من الشخصيات الإسلامية، وهو الدكتور علي منصور كيالي، مهندس معماري ودارس لعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء. ما علاقة ذلك بالعلوم الدينية؟ العلاقة كبيرة جدا، فهو باحث إسلامي سوري أمضى من عمره أكثر من 30 سنة في البحث في القرآن الكريم، وله الموسوعة القرآنية الشاملة مؤلفة من 10 مجلدات تحت الطبع، وربما إن شاء الله تظهر هذه الموسوعة خلال هذا الشهر الكريم. فيها شرح لحقائق عظيمة من القرآن الكريم. وما يميز محاضرنا أنه يدفعنا إلى حب الله تعالى تقربا منه وكسبا لرضاه، لتكون منزلتنا عليا عند خالقنا في الدنيا والآخرة، ويخرجنا أيضا من حالة الخوف من النار إلى حالة حسن الظن بالله تعالى، ويشجعنا على التأمل والتعمق في فهم آيات الله طاقة تعالى. الماء فيه طاقة عجيبة فعلا، لكن هنالك عندنا مشكلة أساسية في كل العالم تقريبا. ثبت لدينا من بعض التجارب أن الماء إذا ضغط داخل الأنابيب لكي يصل إلى البيوت يفقد كل الطاقة الحيوية التي فيه، فنحن نوصل إلى بيوتنا ماء ميتا. لا نقول أننا يجب أن نحضر الماء إلى بيوتنا عبر السواقي، لابد من مجيئه عبر أنابيب مضغوطة. لكن كيف سنعيد إليه هذه الطاقة؟ نحن نشرب ماء ميتا، وأكثر من 70% من جسم الإنسان هو ماء، فكيف سنعيد هذه الطاقة؟ أجرينا التجارب فعلا، ويعني موثقة تماما. أقرب مادة للإنسان في الطبيعة هي الفخار. نحن أبعدنا الفخار واستعملنا البلاستيك واستعملنا الفريزرات أيضا في تعبئة الماء. أقرب مادة، وضعنا الماء من بعد إنزاله من الصنبور المضغوط في جرة من الفخار، بعد نصف ساعة عادت إليها كل الطاقة الحيوية. فلماذا لا نضع في بيوتنا شيئا من الفخار ونضع فيه الماء للشرب أقل شيء، أو للطبخ إن لم يكن إلى النظافة أقل شيء؟ وهذه نصيحة، أن نعيد الحيوية أو الطاقة إلى الماء عن طريق الفخار الذي هو أقرب ما يمكن إلى الإنسان. طبعا ميز القرآن الكريم بين الريح وبين الرياح، فالريح بالمفرد دائما فيها الدمار، ريح صرصر، ريح عقيم، لكن الرياح لواقح، والريح تكون دوما عقيمة، وهذا موضوع يتعلق في الطاقة. وأيضا طبعا بس مشان الوقت اداركنا الوقت نعطي فكرة. ميز القرآن الكريم بشكل علمي مذهل بين البرق وبين الصاعقة. حاليا في كل الدول نركب ما يسمى مانعة الصواعق. إذا اعتبرت نفسي عم بركب مانعة صواعق، وكنت أركب مانعات صواعق في مدينة حلب، ويعني أبتسم كيف أنا أركب مانعة صواعق والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرعد: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. هل إذا ركبت مانعة صواعق أخرج عن هذه المشيئة؟ أخذ البحث مجال طويل جدا، يتجاوز السنة، فثبت لدينا فيزيائيا باختصاصي بالفيزياء عملت فيه تماما أن البرق، أنني كنت أركب مانعة برق ولا أركب مانعة صواعق.
فالقرآن الكريم ميز بشكل مذهل هذه الطاقة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فالرعد له علاقة في البرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. إذن هنالك فرق. تبدأ ولادة البرق في أسفل الغيمة ويتكون الدليل. ينزل الدليل كل 50 مترا ويرسم خطا، ما واضح، ويرسم خطا هذا الدليل من الغيمة. ينزل الدليل من الغيمة كل 50 متر، يقف لأجزاء صغيرة من الثانية، ثم يتابع، وحينما يقترب من الأرض يضرب البرق وليس الصاعقة. فنحن نركب مانعات برق، أما الصاعقة فعلا الله يرسلها فيصيب بها من يشاء. هنالك يعمل إبليس كطاقة شريرة على عملية تخريب الذاكرة الإنسانية. لذلك النسيان ورد مرتين في القرآن الكريم كمادة في الذاكرة، كمادة هذه الطاقة الشريرة. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، مستثنى بإلا. الآية الأخرى عند يوسف عليه السلام: فأنساه الشيطان ذكر ربه. لذلك الحل الوحيد، وننصح السادة الطلاب: واذكر ربك إذا نسيت. إذا كنت في امتحان أو كنت في مكان ونسيت السؤال ونسيت حل المسألة، واذكر ربك إذا نسيت. إذن سورة النور هي سورة مفروضة من بين 114 سورة في القرآن الكريم. القرآن الكريم كله مفروض. إن الذي فرض عليك الكتاب لرادك إلى معاد. لكن جاء التوكيد في سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها. فلماذا فرضت سورة النور؟ أي أن كل التعاليم الواردة بسورة النور إن لم تكن مفروضة فهي بمرتبة الفرض. نذكر هذه الفقرة لفائدة الجميع لكي ما ينصاب أي أحد منكم بالسرطان أبدا. الله سبحانه وتعالى ما أنزل علينا القرآن لنشقى، لا صحيا ولا طبيا ولا اجتماعيا ولا علميا ولا فكريا. كان ما نزل القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذه فقرة جدا رائعة بالإذن من السادة الأطباء. فعلا عيب يكون مجتمع مسلم وفيه سرطان وجمعية مكافحة السرطان ونخاف من ذكر هداك المرض اللي ما بينذكر اسمه، يعني منخاف ذكر اسمه. الله سبحانه وتعالى وضع بكل مخلوق غدة تسمى الغدة الصنوبرية، يعلمها السادة الأطباء، وزنها 180 ملي غرام، موجودة خلف الأذن مباشرة. الغدة الصنوبرية هذه الغدة كل يوم وعلى التوقيت، على فكرة على السريع، غدد الإنسان جميعا تقف وتعمل على مواقيت الصلاة. الغدة اللي بدها تقف والغدة اللي بدها تعمل على مواقيت الصلاة. الموضوع موثق طبيا. طبعا ما عندنا مجال نحكي كثير، يعني بس هيك، يعني أذن الظهر الغدة اللي بدها توقف وقفت، والغدة اللي بدها تشتغل اشتغلت. بين الصلوات ما في حدا بيشتغل وحدا بخاف. إذا نحن مبرمجين. فلماذا الآية 58 من سورة النور تفرض على الإنسان 3 فترات استراحة في اليوم: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. فماذا يحدث بعد صلاة العشاء؟ كل يوم وعلى الساعة البيولوجية التي وضعها الخالق، بعد صلاة العشاء مباشرة تستعد الغدة الصنوبرية لإفراز مادة طبية يعلمها السادة الأطباء تسمى الميلاتونين. الميلاتونين هذه المادة تمشي مجانا بالدم، بتمنع الأكسدة في كل الجسم، فبتمنع مرض السرطان، بشرط لا تعمل هذه الغدة إلا في الظلام. السرطان سبب تعرضنا للضوء بعد صلاة العشاء حتى قبل الفجر بساعتين. فأجدادنا، فالله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل.
نحن سوينا آية الليل مضيئة أكثر من آية النهار، عم نحط إضاءة أكثر. فالله غير مسؤول عن إصابتنا بالسرطان. فقلنا في إحدى المحاضرات وبشكل طريف الدجاج البلدي أو الدجاج البلدي اللي بيتعامل بشكل سليم مع الضوء، ما في ديك بيسهر للسحور ولا في ديك بينام للظهر، ما تسجل فيه أي إصابة بالسرطان على الإطلاق. إذا كل إنسان يعرض حاله للظلام ما بصوت ينام، أو إلى أقل ما يمكن من ضوء من بعد صلاة العشاء حتى قبل الفجر بساعتين، مستحيل ينصاب بالسرطان ما له علاقة.